السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد موسى لشرح مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وان شاء الله النهاردة البداية مع جزئية مزعلة بعض الناس، الا وهي جزئية الريوستات والغلق والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا شباب بطارية، المقاومة الداخلية بصفر، وادي في مقاومة اسمها R1، ده سهم معناه ان هي مقاومة بتتغير، وده فولتميتر توازي مع الR1. السؤال بيقول لك عند زيادة الR1 المقاومة دي لما بتتغير فإن قراءة الفولتميتر نقط. أول حاجة لازم أعملها أحدد الفولتميتر ده توازي مع مين؟ هل هو توازي مع مقاومة ولا هو توازي مع بطارية؟ الفولتميتر ده بدايته وده نهايته. اول حاجه اعملها يا شباب ان انا الف لفه للفولتميتر ده، يعني ادي البدايه وادي النهايه، هلف لفه، واللفه اللي ما تعجبنيش هغيرها. بمعنى ايه؟ تعالى كده، ادي بسم الله بسم الله بسم الله، لفيت من البدايه للنهايه، وانت ماشي شفت ايه؟ تقول لي شفت المقاومه R1. هقول لك بس هتقول لي اه، هقول لك اذا الفولتميتر ده توازي مع الR1. يعني هقول له ان الفي ده بتساوي الاي في الR1. حلو كده؟ حلو. أول حاجة بسأل نفسي سؤال، R1 دي ثابتة ولا بتتغير؟ R1 لا ده بتتغير. حصل لها إيه؟ هو قال لك في السؤال إن R1 زادت. طالما R1 دي زادت أكيد التيار اللي ماشي في الدايرة هيقل. أدي التيار. الR1 دي شايفة كل التيار اللي ماشي، فR1 دي زادت فالتيار هيقل. هتقول لي إذا الفولتميتر ثابت. هقول لك اسكت، انت عرفت الR1 دي زادت لكام؟ الاي ده قل لكام؟ هتقول لي لا. خلاص، امال اعمل ايه يا مستر؟ مش دي البدايه ودي النهايه؟ هتقول لي اه. اللفه دي ما عجبتنيش كده، فبقول لك غيرها. اطلع فوق كده. هتقول لي بسم الله اهيت، بسم الله بسم الله بسم الله اهيت، وصلت. اه، احكي لي كده وانت ماشي شفت ايه؟ تقول لي شفت الفولتميتر والبطاريه. هقول لك بس. هتقول لي اه. بص تاني، الفولتميتر والبطارية بس. هتقول لي اه. اذا بيحبوا بعض، يبقى اذا الفولتميتر والبطارية على التوازي. فاقول له اذا الفي ده هيساوي الفي بي، لان مفيش هنا مقاومات ولا في هنا مقاومات. هتقول لي تمام. R1 دي زادت، ماشي، فالتيار اللي ماشي هيقل. الفي بتساوي الفي بي. الفي بي مالها؟ دي بطارية جهدها ثابت حتى لو ايه حصل. فاقول له اذا الفولتميتر ده يا مستر ماله؟ ثابت. حد يقول لي يا مستر ما هو في الاول الR1 زادت والتيار قل، ما كنا قلنا ان ثابت. هقول لك لا. بص على المسألة اللي جنبها، نفس السؤال، قال لك انه R1 دي زادت. تفتكر الفولتميتر ده يحصل له ايه؟ تعال تقول له V1 بتساوي I في الR1. جميل. الR1 دي زادت، ماشي، دول مقاومتين على التوالي. تعرفها ازاي يا مستر؟ التيار اللي طالع من البطارية اهو، بسم الله وعلى سنة رسول الله، التيار مشي هنا فمجبر انه يكمل هنا ومشي. هتقول لي يا مستر هو التيار ما اتجزأش ليه؟ هقول لك اصل الفولتميتر ده لو ما اتكلمش عليه تبقى مقاومته ما لا نهايه، ما بيمشيش تيار، فالتيار اللي مشي هنا مجبر انه يكمل هنا، فدول مقاومتين على التوالي. هتقول لي جميل. R1 دي زادت، فهتقول لي اذا المقاومه الكليه اللي هي دي زائد دي هتزيد. المقاومه الكليه زادت. ابو ياسمين، تقول لي مين يا مستر ابو ياسمين؟ ده التيار الكلي. هتقول لي التيار الكلي عكسي مع المقاومه الكليه، فالتيار الكلي هيقل. جميل. المقاومه دي شايفه كل التيار اللي هو التيار الكلي، حصل له ايه يا مستر؟ قل. يعني نفس الكلام تقريبا. هتقول لي اذا V1 ثابت. هقول لك اسكت. الR1 زادت مثلا للضعف، هل انت متأكد ان التيار قل للنص؟ ما هو لو ده زاد للضعف ودي قلت للنص، هتقول لي 2 في نص ب1، يبقى اذا الV1 ثابت. هقول لك بص، اللفة اللي هي دي البداية ودي النهاية، اللفة اللي انت هتلفها وهتحس ان هي مش احسن حاجة غيرها. يعني انا لما لفيت اللفة دي، ده البداية ودي النهاية، لما لفيت اللفة دي شفت الR1، يبقى الفولتميتر ده توازي مع الR1.
فقلت اي في ار واحد، ما عجبتنيش، غيرها يا باشا، اطلع فوق اهي. لما طلعت فوق بسم الله بسم الله بسم الله اهيت يا مستر، ورجعت للنهايه. هقول لك احكي لي كده وانت ماشي شفت ايه؟ هتقول لي والله يا مستر اثناء وانا ماشي شفت الار 2 ثم البطاريه. هنا وانا ماشي شفت البطاريه بس عشان كده كانت ثابته، انما هنا شفت البطاريه بس في مقاومة كمان. طالما الفولتميتر شاف البطارية ومقاومة كمان، إذا الفولتميتر ده مش هيبقى ثابت. على عكس دي شاف البطارية بس، فلذلك ده قلت ثابت. هنا أنا متأكد إن الفي واحد ده مش ثابت، أمال هعمل إيه بقى؟ طالما أنت متأكد إن الفولتميتر ده مش توازي مع البطارية، قول له هيتغير. أيوه هيتغير. مين يكسب؟ هقول لك إن المقاومة قوية ومقتدرة وما يقدر على القدرة الا ربنا. بمعنى يا مستر يعني هي اللي هتكسب، هي اللي هتمشي الكلام. هتقول له التيار بس يا حنفي اسكت، انا قليت. هتقول له اسكت خالص، انا زدت، ار واحد زادت، فاقول له اذا الفي واحد هتزيد. عكس هنا، عكس هنا. فلذلك لما المقاومة والتيار الاتنين يتغيروا، اوعى تندفع وتقول لي ان الفولتميتر ثابت. لا، لف اللفة مع البطارية. لقيت الفولتميتر مع البطارية بس يبقى الفولتميتر بيحب البطارية، يبقى ثابت. لقيت حاجة تانية، لقيت محرم بين الفولتميتر والبطارية، قول له الفولتميتر ده مش ثابت. امال هيحصل له ايه يا مستر؟ شوف في الحالة دي المقاومة حصل لها ايه؟ مش المقاومة زادت؟ الفولتميتر هيزيد. طب لو عكسنا الكلام، لو قال لي ار واحد دي قلت، هتقول له اذا التيار هيزيد. في الحالة دي هقول له ثابت. ليه؟ لان الفولتميتر بيحب البطارية بس، انما هنا لا، في محرم بين البطارية وبين الفولتميتر، فبقول له بيتغير. مين يكسب؟ المقاومة. المقاومة قلت، فاذا الفولتميتر في هذه الحالة هيقل. طيب يا شباب، لو عايزين نعمل رسم بياني ما بين الار واحد والتيار، ونفس الكلام هنا لو عايزين نعمل رسم بياني ما بين الار واحد والتيار. اصحى لي بقى وتعالى. هنا ار واحد هي المقاومة الوحيدة اللي موجودة في الدايرة، فبقول له التيار اللي ماشي هيساوي الجهد الكلي على المقاومة الكلية. ده المقاومة الكلية الوحيدة هي الار واحد. دي يا شباب المقاومة الداخلية بصفر، وإن شاء الله بأمر الله هنعمل جزئية قانون أم للدوائر المغلقة اللي هو الدرس الثالث لما يكون في مقاومة داخلية. حلو كده. هي ار واحد دي لو زادت للضعف، هتقول لي في هذه الحالة التيار هيقل للنص لأن الفي بي ثابتة، صح كده؟ فلذلك هنقول له هي علاقة عكسية. عكسية يعني منحنى، دي ضرب وقسمة. طالما العملية الحسابية فيها ضرب وقسمة تبقى علاقة عكسية. منحنى، منحنى يعني إيه؟ يعني لو دي زادت للضعف دي هيقل للنص. تعالى هنا كده، في الحالة دي هنقول له إن الأي هيساوي الفي بي في ار واحد، بس في كمان ار اتنين. أمال إيه بقى الفرق بين هنا وهنا؟ هنا مجازا لو الار واحد دي بصفر، هقول له اي حاجة على الصفر تديني غير معرف، اللي هي كأنه رقم كبير جدا، لذلك انا جبتها من فوق خالص. انما هنا مجازا لو حطينا الار واحد دي بصفر، وايه المشكلة؟ هتقول له في هذه الحالة التيار هيساوي الفي بي على الار 2. يعني حتى لو الار واحد ده بصفر، في قيمة للتيار اسمها في بي على ار 2. طب وبعد كده اكيد ار واحد دي لو زادت، اكيد المقاومه لو زادت، اكيد التيار هيقل. بس هنا في زائد، هنا ما كانش في زائد، عشان كده دي عملنا منحنى، علاقه عكسيه. هنا في زائد يا مستر، وبالتالي هنزل في خط مستقيم، وهذه تسمى علاقه تناقصيه. دي عكسيه ودي يا مستر اسمها علاقه تناقصيه. دي دايما بلاقيها في الزائد والناقص، ودي دايما يا مستر بشوفها في الضرب والقسمة. دي المسألة الأولى يا مستر. المسألة الثانية بص كده، ده يا مستر اسمه ريوستات، ده كله على بعضه اسمه ريوستات. ريوستات يعني ايه يا مستر؟ يعني دي مقاومة متغيرة بستخدمها عشان اتحكم في التيار. حلو كده.
ركز معايا بقى، ده النقطة A وده النقطة B. في الأول الزالق ده اللي هو السهم ده عنده النقطة A، وبالتالي التيار هو ماشي أهو بسم الله بسم الله مشي في المقاومة دي كلها وكمل. إذا في الأول التيار اللي ماشي في الشارع اللي فوق شايف المقاومة كلها. السؤال بيقول لك عند تحرك الزالق نحو البي، في فرق لما يقول لك إلى البي، إلى البي يعني عند البي بالظبط، هاخد السهم ده وأجيبه هنا. إنما نحو البي مش شرط عند البي بالظبط، يعني قبلها بشوية كده. فأنا هعمل إيه؟ ده كده هنقله كده. احكي لي بقى ايه اللي حصل. هتقول لي يا مستر التيار بدل ما كان بيمشي في المقاومة من أولها لآخرها دلوقتي بقى شاف الحتة دي بس. طب الحتة اللي على اليسار ده هوا، ده يعني مفتوحة، الهوا يعني مقاومة بما لا نهاية مش هيمشي تيار. فهتقول لي الشارع اللي فوق ده مقاومته قلت، فأكيد تياره هيزيد، فالأميتر ده أكيد هيزيد. خلي بالك أنا عارف إن الآي بتساوي الفي على الار. خيري ورشاد وبدوي، خيري رشاد وبدوي. هنا المقاومة دي يا مستر اتغيرت، هنا المقاومة دي قلت فالتيار هيزيد. انزل على اتنين، اتنين ده فرع سهتان كده قاعد ساكت. خلي بالك من السهتان فوق تحس ان حصل ناوش، فعشان كده اتغير. خلي بالك تعالى كده، ده ار2 يا مستر دي بدايتها ودي نهايتها، صح كده؟ هتقول لي بس استنى، في اميتر اسمه E2. الاميتر يا باشا بعتبر مقاومته كانها سلك، يعني ولا كانه موجود. الاميتر ده ما اتكلمش عليه خالص، يبقى مقاومته بصفر. اعمل ايه بقى؟ تعال، ادي البدايه وادي النهايه. المقاومه اللي ما اتغيرتش دي لفلها لفه مع البطاريه. طب ليه يا مستر؟ ربما يكون توازي مع البطاريه. هعرفها ازاي؟ تعالى تاني، تعالى تعالى ما تكسفش، تعالى 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 تعالى. بسم الله، مش دي البدايه؟ اقول له دي البدايه، هقول بسم الله وعلى سنه رسول الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هقول لك احكي لي احكي لي، ها شفت ايه وانت ماشي؟ هتقول له والله يا مستر انا شفت البطاريه والاميتر ده، ما انا قلت لك مالكش دعوه بالاميتر ده، الاميتر ده ولا كانك شايفه، لانه طالما ما اتكلمش عليه يبقى مقاومته بصفر، حته سلك. ثم هتقول لي شفت الاميتر ده، ما انا قلت لك خلاص بقى فكك من الاميتر. هتقول لي يا مستر انا شفت المقاومه دي والبطاريه. هقول لك بس هتقول لي اه يا راجل بس. هتقول لي اه. هقول لك اذا الار2 دي توازي مع البطاريه. يعني ايه توازي مع البطاريه؟ يعني بتحب البطاريه. يعني ايه بتحب البطاريه؟ يعني جهدها زي جهد البطاريه. اسالك سؤال، البطاريه دي جهدها بيحصل له ايه؟ هتقول لي ثابت، حتى لو المقاومه اللي فوق اتغيرت، حتى لو المقاومه اللي فوق ولعت البطاريه دي ثابته، صح؟ البطاريه اللي هي اسمها الفي بي جهدها ثابت، والمقاومه دي احنا اتفقنا ان جهدها زي البطاريه، فالمقاومه دي جهدها ثابت، يبقى الجهد ثابت. طب الار2 دي حصل لها حاجه؟ هتقول لي لا، مقاومه ثابته. ايه ده ايه ده؟ هي يعني المقاومه الحمراء جهدها ثابت ومقاومتها ثابته، ايه اللي يغير تيارها؟ وبالتالي هنقول له يا مستر ان الاي2 ثابت، بينما الاي1 قلنا هيزيد. لذا دي يا مستر عشان مقاومته قلت. طب الاميتر اللي تحت ده، هتقول لي ده جنب السالب. ايوه، يعني ايه جنب السالب؟ يعني جنب البطاريه. يعني ايه جنب البطاريه؟ يعني بيشوف كل التيار. هنقول له ان التيار الكلي هيتناسب عكسيا مع المقاومه الكليه، لان الجهد الكلي اللي هي البطاريه ثابته. مش ديت وديت مقاومتين على التوازي؟ هتقول لي اه. المقاومه دي ثابته، تمام، اللي فوق قلت. اي مقاومتين على التوازي او حتى على التوالي واحده فيهم قلت المحصله هتقل. طب واحده فيهم زادت المحصله هتزيد. بمعنى ايه؟ تعال لما اجي مثلا اقول له 6 توازي مع ال6 دي علامه التوازي، هتقول لي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يبقى المقاومه الكليه ب3. هقول لك تمام. طب 6 يا مستر توازي مع ال3، هتقول لي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هيديني 2. قال لو واخد لي بالك،
واخد لي بالك صح؟ واخد لي بالك. تعالى، واحدة فيهم قلت فالمحصلة قلت، هي مش دي قلت؟ هتقول لي اه، قول له اذا المقاومة الكلية قلت، فاذا ابو ياسمين اللي هو التيار الكلي هيزيد، وده شايف التيار الكلي، فاقول له اذا التيار الكلي يا مستر يزداد. اي حاجة توازي مع البطارية جهدها بيساوي الفي بي. دايما خلي بالك من موضوع اللفة دي، تنجز معاك جدا. انت عندك تيار، عندك جهد، عندك مقاومة. احيانا ممكن المقاومة تتغير وتتفاجئ ان الفولتميتر اللي على المقاومة دي ثابت. عرفته ازاي؟ لما لفت له لفة مع البطارية، يعني حددت البداية بتاع الفولتميتر، حددت النهاية بتاع الفولتميتر، ولفت له لفة مع البطارية، لقيته بيحب البطارية. يعني مش شايف غيرها يا عم، يعني توازي معاها يا عم، يعني جهدها زي جهد البطارية بالظبط. اي حاجة توازي مع البطارية جهدها زي جهد البطارية، وجهد البطارية مهما هيحصل، غلقت مفتاح، فتحت مفتاح، زودت مقاومة، قللت مقاومة، جهد البطارية دائما ثابت. خلي بالك. دي يا مستر الجزئية الاولى الخاصة بالريوستات والزيادة والنقصان. الجزئية الثانية خاصة بالغلق والفتح، وعشان سيادتك يبقى انت فاهم ما في فرق بين الزيادة والنقصان وبين الغلق والفتح. انت بتصلي على النبي واحدة واحدة وتحاول تنظم مسألتك. زي ما قلت لك، عندك خيري، عندك رشاد، عندك بدوي، عندك التيار، عندك الجهد، عندك المقاومة. تكتب القانون بالراحة. الفي بتساوي الاي في الار، او الاي بتساوي الفي على الار. حسيت ان الكلام مش ولا بد ولا حاجة، اوعى تنسى كلمة ابو موسى، الا وهي لف لفة مع البطارية، واللي تلاقيه توازي مع البطارية يبقى بيحب البطارية، يبقى جهده زي جهد البطارية. تعالى خش يا معلم. ده اميتر محطوط جنب البطارية، فاذا الاميتر ده بيشوف التيار الكلي. الاي واحد ده تيار الشارع اللي هو الار واحد، ده الفرع الاولاني. تعالى، ده اميتر جنب البطارية فبيشوف التيار الكلي. ده اميتر بتاع الشارع اللي هو اسمه ار واحد، ولو انا قفلت المفتاح ده يبقى ده الشارع التاني. ادي الشارع الاولاني وادي الشارع التاني. السؤال بيقول لك هو انا لما اقفل الكي واحد ده، السؤال بيقول لك عند غلق الكي ده، هو انا لما اقفل الكي ده فان قراءة ده يحصل له ايه وده يحصل له ايه؟ واحدة واحدة. لما يجي يقول لك عند غلق المفتاح، قول له معناه انه كان مفتوح. طب لما يجي يقول لك عند فتح المفتاح، معناه انه كان مغلق. ادرس اللي كان الاول، ادرس الماضي اولا يا صديقي، اطلع بمعلومة ما، ثم تعال للحاضر، الا وهو السؤال. عند غلق المفتاح ده الحاضر، عند فتح المفتاح ده الحاضر. شوف الماضي هاته، خش على الحاضر، قارن الماضي بالحاضر، وان شاء الله هتوصل. تعال، عند غلق المفتاح معناه انه كان مفتوح. ادرس اللي كان كده. هنقول له يا مستر التيار كان بسم الله وعلى سنة رسول الله. كان يا مستر التيار ماشي كده حلو. فار واحد دي كانت مرزقة، كانت مرزقة. يعني ايه مرزقة؟ يعني كان بيجي لها كل التيار، كل الخير. تمام. انا لما هقفل المفتاح سامعك وانت بتقول، سامعك، انا سامعك. اسكت خالص، اسكت خالص. انت عايز تقول ان الاي واحد ده قلت، صح؟ سامعك. هسألك ليه؟ هتقول لي اصل يا مستر انت قلت لما كان المفتاح ده مفتوح كان بيجي لها كل الخير. اقول لك تمام. هتقول لي لما قفلت المفتاح الخير وهو جاي قدامه شارعين. هقول لك تمام. هتقول لي يعني هيمشي هنا حبه وهيمشي هنا حبه. هقول لك تمام. هتقول لي اذا ده هيقل. هقول لك مش تمام. هقول لك مش تمام. تعالى وانا اقول لك ليه. تعالى. المقاومه ار واحد دي بدايتها ودي نهايتها. حصل؟ هتقول لي حصل. لف لها لفه كده مع البطاريه. بسم الله بسم الله وعلى سنة رسول الله. لفت يا مستر من البداية للنهاية. هقول لك جميل. هقول لك احكي لي كده اللي انت شفته وانت ماشي. هتقول لي وانا ماشي يا مستر انا ما شفتش غير البطارية بس. يعني ار واحد دي والبطارية الاتنين توازي مع بعض. يبقى اذا الار واحد دي جهدها بيساوي جهد البطارية. حلو كده؟ حلو. هل جهد البطارية يحصل له حاجة بعد غلق المفتاح؟ هتقول لي لا.
هل الار واحد دي يحصل لها حاجة بعد غلق المفتاح؟ هتقول لي لا. ما هو لا ولا، يبقى اللا التالتة لا. ايه ده؟ تعال، ار واحد ثابت وجهدها انت لسه بلسانك دلوقتي قلت ان ثابت. ايه غير طيارها؟ تفتكر ايه غير طيارها؟ ها قول لي بالله عليك. مش انت قلت ان الاي بتساوي الفي على الار، جهدها ثابت ومقاومتها ثابته؟ يبقى بهبد المصريين هتقول لي اذا ايه واحد ده ثابت. هتقول لي اصل يا مستر، هقول لك اسكت، جايين دلوقتي كمل. طب بالنسبه لايه ده؟ هتقول لي الايه ده يا مستر محطوط عند البطاريه، فهو شايف كل التيار، وبالتالي احنا لما قفلنا المفتاح دخلنا التوازي، يعني دي بقت توازي مع دي، صح؟ التوازي بيعمل ايه في المقاومة؟ مجازا دي 6 ودي 3، لما كان ده مفتوح في الأول فكان المقاومة اللي معايا كانت 6، لما قفلت المفتاح بقت 6 توازي مع التلاتة. التوازي بيقلل المقاومة، لأن لما يكون 6 توازي مع التلاتة حاصل ضربهم على حاصل جمعهم كن على يقين إن هو هيكون أقل من التلاتة، وفعلا توازي مع التلاتة هيديني 2. فهتقول لي يا مستر المقاومة الكلية قلت. طب وماذا عن ابو ياسمين؟ جدع، هتقول لي زاد. وده شايف كل التيار، ليه؟ لانه محطوط جنب البطاريه، وبالتالي هقول له ان الايه ده يا مستر هيزيد. تمام. خش على اللي بعده، نفس المساله، بس ايه اللي حصل بقى؟ حطينا محرم عند البطاريه. مين بقى المحرم يا معلم؟ المقاومه دي سميها وليكن R2. السؤال نفس السؤال، هو انا بعد لما اقفل المفتاح كده الاميتر ايه وايه واحد تفتكر يحصل لهم ايه؟ صلى على النبي. الاميتر اللي جنب البطاريه ده بصراحه بيني وبينك يعني رايق سهل. هتقول لي يا مستر بعد لما قفلت المفتاح ده بقت دي توازي مع دي، فالمقاومه الكليه هتقل، صح؟ ابو ياسمين اللي هو التيار الكلي هيزيد، وده جنب البطارية فشايف كل الخير كله زاد، فإذا الإيه ده هيزيد. كلام سليم. الإيه واحد لما كان المفتاح ده مفتوح كان الباشا ده بيجيله كل التيار، تمام. طب لما قفلنا المفتاح هتقول لي إذا هيقل. هقول لك صح. طب اشمعنى هنا هيقل وهنا ثابت بقى؟ تعالى، ادي بدايته وادي نهايته، لف لفه من البدايه للنهايه، دي البدايه ودي النهايه، لف اي لفه تعجبك، بس خلي اللفه دايما مع البطاريه. هنقول له بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احكي لي كده وانت ماشي من البدايه للنهايه شفت ايه؟ هتقول لي يا مستر وانا ماشي شفت بطاريه. هقول لك بس. هتقول لي لا، امال ايه؟ شفت مقاومه جنب البطاريه. يبقى المقاومه دي ما بقتش تحب البطاريه، في محرم بينها وبين البطاريه، وطالما في محرم يبقى مش ثابته، يبقى دي مش ثابته. ساعتها حل بالحب يا معلم. يبقى الحب يجي امتى؟ بعد لما تلف اللفه. لفيت اللفه ولقيت ان الفرع توازي مع البطاريه، لا فيش حب، مفيش هبد. انما هنا في هبد، وده يسمى هبد حميد، اللي هو لما كان ده مفتوح كان دي بيجي لها كل الخير، لما قفلنا المفتاح الخير اللي جاي في حبة هنا وفي حبة هنا، وبالتالي اذا ايه واحد هيقل. خلي بالك اللفة خلي بالك. دي يا مستر بقى مسألة تجمع لك كل اللي فات. ركز معايا، تعالى يا معلم. السؤال بيقول لك دي R1 بس دي مقاومة بتتغير، خلي بالك. R2 دي مقاومة ثابتة. أهم من الشغل ضبط الشغل، ده فصل أولاني فبالراحة وعلى الهادي يا زبادي. دي بتتغير ودي ثابتة، ماشي. السؤال يا معلم، السؤال بيقول لك R1 دي لما بتزيد، ماشي، تفتكر ايه واحد ده يحصل له ايه؟ تفتكر ايه 2 يحصل له ايه؟ تفتكر الفولتميتر ده يحصل له ايه؟ واحدة واحدة. هتاخد نصيحتي، اللفة زي ما قلت لك، وأمن على المسألة كده. فوق البطارية جهدها اسمه في بي،
وهيقول لك مثلا انه ليس لديها مقاومة داخلية، مفيش مقاومة داخلية. حلو. R1 دي زادت، قول له اذا تيارها هيقل. دي خلصانة، دي مقاومة زادت تيارها هيقل، خلصنا من دي. خش على الشارع اللي تحته. 2 شوف البداية شوف النهاية، لف لفة مع البطارية. لو لقيتها بتحب البطارية خلي بالك، ادي البداية وادي النهاية. هنلف لفة للمقاومة الحمراء دي مع البطارية. قول بسم الله وعلى سنة رسول الله، اركب التوين بتاعك ولف اللفة يا معلم. تعال كده نلف اللفة، تعال. بسم الله 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 بسم الله. وصلت، الحمد لله على السلامة. قول لي شفت ايه؟ احكي لي شفت ايه؟ هتقول لي والله يا مستر اثناء وانا ماشي شفت البطارية. هقول لك بس. تقول لي بس. هتقول لي هقول لك يبقى المقاومة الحمراء دي توازي مع البطارية. يعني ايه توازي مع البطارية؟ يعني بتحب البطارية. فاجي عند دي يبقى جهدها بيساوي الفي بي. يبقى R2 دي هي كمقاومة ثابتة، وقلنا جهدها بيساوي الفي بي، وقلنا الفي بي ثابتة. انت عندك المقاومة ثابتة وادي الجهد ثابت، اذا التيار ثابت، وبالتالي 2 يا مستر هقول له ان هو هيبقى ثابت. اللفة. خش يا مستر على الفولتميتر، حدد بدايته حدد نهايته. والاسلم انك الاول تلف لفة مع البطارية. بسم الله، ادي البداية اهو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رجعت يا مستر هقول لك وانت لافف لفة للفولتميتر ده مع البطارية شفت ايه؟ هتقول لي يا مستر انا شفت البطارية بس. هقول لك بس. هتقول لي اذا الفولتميتر ده يا مستر بيحب البطارية، اذا الفي هتساوي الفي بي. واي حاجة بتشوف البطارية يعني جهدها ثابت، وبالتالي هقول له اذا الفولتميتر ده ثابت. خلي بالك من اللفة. بص يا مستر على السؤال ده فكرته جت في امتحان قبل كده في النظام الجديد، اللي هو بيقول لك بعد غلق الكي معناه انه كان مفتوح. خلي بالك، بعد غلق الكي معناه انه كان مفتوح. ده لما كان مفتوح كاتب لي هنا 3 امبير. 3 امبير دي معناه انه هو مفتوح. بيقول لك هو انا بعد لما اقفل المفتاح الاميتر ده يقرا كام؟ قلنا هندرس اللي كان ثم هنخش على الحاضر. لما كان ده مفتوح كان التيار اهو. بسم الله كمل. بسم الله اهو. شايف كم مقاومة؟ هتقول لي شايف الاتنين والاربعة. يبقى قبل كانت يا مستر المقاومة الكلية ب6، والتيار اللي هو ماشي الاميتر ده عند البطارية فبيقرا التيار الكلي اللي هو 3. حلو. طب بعدها انا يا مستر لما اقفل المفتاح ده الاحمر ده بقى سلك، فالتيار هو جاي كده قدامه شارعين، يمشي في الطريق السالك اللي هو السلك اللي هو تقريبا مقاومته ب0، ولا يمشي في ال4؟ اكيد هتقول لي هيمشي في السلك، فهيختار يا مستر انه يمشي كده. هل المقاومة دي مش فيها تيار؟ هتقول لي لا. هقول لك يبقى ملغية. وخلي بالك دايما وانت بتلغي مقاومة بالراحة، لان احيانا بنشوف سلك والناس تقول لي ده المقاومة هتتلغي. لا يا باشا. وعشان تتأكد ان المقاومة ملغية تعال سمي. هنقول له بسم الله. السلك ده هنسمي النقطة دي وليكن اسمها ايه؟ بلاش 1 و2 يعني، لان 1 و2 دي ممكن تبقى المقاومات اسمها 2 اوم و3 اوم فتتلخبط. خليك في الحروف اسهل. هنا ايه؟ بس خليك مع السلك للاخر. قابلني سلك يبقى دي ايه؟ السلك ما بيغيرش النقطة. كمل. هنا ايه؟ ومن فوق ده سلك. ده ايه؟ بصيت على المقاومة دي لقيتها اسمها ايه؟ المقاومة اللي هتلاقي بدايتها نفس نهايتها. لا مع السلامة، انت ملغية. لان الطبيعي ان المقاومة اللي مش فيها التيار معناه ان التيار مشي من الجهد الاعلى للاقل، معناه ان الحرف هيتغير، وهنا الحرف ما اتغيرش اذا ما مشيش فيها تيار. فاقول له يا مستر بعد المقاومة اللي معايا اسمها 2 اوم، كانت 6 بقت 2. هقول له المقاومة الكلية قلت الى التلت، اذا التيار الكلي هيزيد الى 3 امثاله. دي تلت دي
هنقلب التلت يبقى 3، ده قد ده 3 مرات، 3 في 3 يديني 9 أمبير. ده يا شباب الجزئية اللي خاصة بالغلق والفتح والريوستات. النقطة التانية يا شباب اللي بتلخبط بعض الناس ألا وهي القدرة. البي دبليو الباور اللي هي القدرة. القدرة يا شباب ليها 3 قوانين، في في اي تربيع في الار، في تربيع على الار. واشهر قانونين فيهم هي اي تربيع في الار وفي تربيع على الار. حد يقول لي ليه؟ اصل انت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل لا اما مع مقاومات لا اما مع مصابيح، واي مصباح له مقاومة، فلازم القانون يكون فيه مقاومة، فغالبا هتستخدم اي تربيع في الار او في تربيع على الار. الشطارة هستخدم اي تربيع في الار ولا في تربيع على الار؟ تعالى صلى على النبي. ده المصباح الاولاني وده المصباح التاني. انا منتظر واسمع هل هو هيقول لي مصباحان متماثلان فهقول له نفس المقاومة، ولا هيقول لي غير كده؟ ده لقيته في السؤال بيقول لي ان مقاومة ار اي اكبر من ار بي. تمام. السؤال بيقول لك مين فيهم سيضيء اعلى؟ اضاءة يعني قدرة، قدرة يعني اضاءة. اصل في حد يقول لك الذي يضيء اعلى هو الاعلى تيار. احيانا هاخد التيار واحيانا هاخد الجهد، بس هو لما يقول لك قدرة، قدرة يعني اضاءة، اضاءة يعني بي دبليو يا شباب. دولت مقاومتين على التوالي، فالتيار اللي ماشي ثابت. هقول له عشان ديت وديت لهما نفس التيار، هقول له اذا القدرة بتساوي اي تربيع في الار. عشان اقول له ديت وديت نفس التيار، انا وانت نفس التيار، فالتيار ماله ثابت. فاقول له اذا القدرة تتناسب طرديا مع الار، يعني ذو المقاومة الاعلى يبقى ذو القدرة الاعلى يبقى ذو الاضاءة الاعلى. مين مقاومته اعلى؟ الايه، وبالتالي هنا الايه هو اللي هينور اكتر والبي يا مستر هو اللي هينور اقل. بص لدي، نفس المصابيح بنفس البطارية، بس غيرت طريقة التوصيل، بدل ما كانوا توالي بقوا مقاومتين على التوازي. نفس السؤال مين فيهم هينور اكتر؟ هقول له دولت مقاومتين على التوازي مختلفين في الار، فانا معايا لا اما اي تربيع في الار لا اما في تربيع على الار. هقول له دولت مقاومتين على التوازي. حد يقول لي عرفت ازاي يا مستر ان هم على التوازي؟ سامعك بتقول لي عشان هم تحت بعض. لا، ده اسمه هبد مصريين. بتعرف التوالي والتوازي ازاي؟ لما يكون التيار اللي ماشي في الاولى مجبر انه يمشي في الثانيه، ده اسمه توصيل على التوالي. انما لما يكون البدايه هي نفسها البدايه متصلين بسلك، والنهايه نفسها النهايه، ولف لفه ما لاقيش غيرهم هما الاتنين، يبقى ده اسمه توصيل على التوازي. ومن قبلهم التيار الكل اللي جاي في حبة مشي هنا وفي حبة مشي هنا، يبقى طالما التيار اتجزأ ثم مش اتجزأ بس ثم لفت لهم لفة لقيتهم الاتنين بس، يبقى اذا ده توصيل على التوازي. فلذلك هنقول له ان القدرة بتساوي في تربيع على الار. هقول له يا مستر الفي ثابتة، انا وانت نفس الجهد، يبقى اقول له اذا القدرة تتناسب عكسيا مع الار. يعني ايه عكسيا؟ يعني اللي مقاومته اكتر قدرته اقل، يعني اضاءته اقل. مين اللي مقاومته اعلى؟ الايه، لذلك الايه هينور اقل. الايه مقاومته اعلى يبقى قدرته اقل، والبي اللي مقاومته اقل اذا قدرته اعلى. هما نفس المصابيح، هي نفس البطارية، عشان هنا توصيل على التوالي الايه نورت اكتر. هما نفس المصابيح، وعشان هما على التوازي البي اللي هي نورت اكتر. في التوازي القدرة تتناسب عكسيا مع الار، في التوالي القدرة تتناسب طرديا مع الار. يعني عشان لما حد يسألك يقول لك هي القدرة مع الار علاقة ايه؟ قول له معرفش يا باشا. قول له طريقة التوصيل توالي، ثبت التيار، قول له يبقى علاقة طردية اهي. ار مع قدرة علاقة طردية يا معلم. ليه؟ ده الاي ثابت طلع بنقطة الاصل. طب هنا اقول له توصيل على التوازي فرق الجهد ثابت، وبالتالي القدرة مع الار علاقة عكسية. يبقى انت لو عايز تجمع التوالي ده في كلمتين هقول له التوالي التيار ثابت، اذا الفي تتناسب طرديا مع الار،
والقدرة تتناسب طرديا مع الار. عارف ليه؟ اصل الفي بتساوي الاي في الار، ثبتنا الاي يبقى الفي هي الار، علاقة طردية. القدرة بتساوي اي تربيع في الار، ثبتنا التيار، اذا القدرة هي الار. ففي التوالي ار كبيرة، جهد كبير، قدرة كبيرة. طب في التوازي يا معلم فرق الجهد ثابت. مظبوط، مش الاي بتساوي الفي على الار، فرق الجهد ثابت، اذا الاي مع الار علاقة عكسية، وكذلك ايضا القدرة مع الار علاقة عكسية. يبقى التوازي في كلمتين: مقاومة كبيرة، تيار قليل، قدرة قليلة. في التوالي مقاومة كبيرة، جهد كبير، قدرة كبيرة. هنا التيار ثابت، هنا فرق الجهد ثابت. نبتدي بقى يا مستر ندخل الغلق والفتح مع الإضاءة. بص يا معلم للمسألة، ما تخافش، هتحل وهتفهم بأمر الله. تعال، ادي يا مستر بطارية، ادي مصباح اولاني وادي مصباح تاني. المفتاح في الاول ده كان مفتوح، والدليل انه بيقول لك بعد غلق المفتاح كي اضاءة المصباح اللي فوق ده يحصل لها ايه؟ هتقول لي يا مستر هي المصابيح دي متماثلة ولا لا؟ حبيبي مش هتفرق، مش فارقة. طب هعمل ايه؟ ويا ترى هستخدم انهي قانون؟ اي تربيع في الار ولا في تربيع على الار؟ واحدة واحدة. شو هو بيقول لك بعد غلق المفتاح؟ معناه انه كان مفتوح. ده في الاول كان مفتوح صح؟ لو احنا مشيناها بالتيار هتقول لي يا مستر في الاول التيار كله رايح للمصباح ده. حلو حلو. بعد يا مستر لما قفلت المفتاح التيار الكل هيتجزأ، يعني هيمشي هنا حبة وهيمشي هنا حبة. هتقول لي إذا الإيه سيقل. هقول لك لا 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 لا، اهدى صديقي. اللفة دي أدي البداية وأدي النهاية. حلو كده؟ لف لي لفة كده مع البطارية، بسم الله وعلى سنة رسول الله. لفت يا مستر، لي كده شفت إيه؟ هتقول لي شفت مصباح اسمه إيه؟ توازي مع البطارية. هقول لك بس، هتقول لي بيحبوا بعض، توصيل على التوازي. إذا اللمبة دي اللي هي إيه؟ جهدها بيساوي الفي بي، وكل ما هو بيساوي الفي بي بس يبقى ثابت. المقاومة دي ليها كام حاجة؟ ليها مقاومة، ليها تيار، ليها جهد. خلي بالك وتعالى، القدرة هتساوي ايه؟ اي تربيع في الار او في تربيع على الار. حلو كده كده. اي مصباح مقاومته ثابته، فده مقاومته ثابته، ولو اشتغلنا هنا هتقول لي مقاومته ثابته. حلو حلو. مش لسه قايلين من شويه ان المصباح ده جهده بيساوي الفي بي؟ هتقول لي وكل ما هو بيساوي الفي بي جهده ثابت. يبقى اللمبه دي جهدها ثابت. هتقول لي جهدها ثابت، وطالما الجهد ثابت هتقول لي التيار ثابت، وطالما التيار ثابت يبقى القدرة ثابتة، وبالتالي إضاءة المصباح ده يا مستر هقول له ثابتة. أنت عارف بقى لو كان هنا كده في مصباح، ساعتها في محرم ما بين اللمبة دي وبين البطارية، ساعتها هقول له هتتغير، وساعتها حل بالحب زي ما قلت لك. هحل بالحب ازاي؟ انه لما كان ده مفتوح بقى كان كل التيار بيجي هنا. طب بعد لما قفلنا المفتاح التيار اتجزأ، وبالتالي اللمبة ستقل. بحل بالحب بعد لما الف اللفة. مش هقول لك تاني، خلي بالك. تعالى كمل. ادي مصباح اسمه ايه، مصباح اسمه بي، مصباح اسمه سي، مصباح اسمه دي. حلو كده؟ حلو. وما تنساش اللفه زي ما قلت لك. قال لك بعد غلق المفتاح كي، بعد يا مستر لما اقفل المفتاح ده ممكن بعد اذنك تقول لي ايه وبي وسي اضاءتهم يحصل لها ايه؟ اقول لك تمام. ابتدي على طول باللفه. ادي البدايه وادي النهايه. الاحمر ده لما الف له لفه مع البطاريه هتقول لي ما شفت غير المصباح والبطاريه، يبقى ده بيحب دي او دي بتحب ده، توصيل على التوازي، نفس فرق الجهد، يبقى ده جهده ثابت، وكده كده مقاومته ثابته، يبقى يا مستر اضاءته ثابته. حلو كده؟ حلو. طب البي والسي، خلي بالك البي والسي ما يجري على البي سيجري على السي. عارف ليه؟ اصل هم على التوالي. اكيد لو التيار قل هنا فهيقل هنا، واكيد التيار لو زاد هنا فهيزيد هنا. وخلي بالك قلت لك ان مقاومه اي مصباح ثابته،
فلما اجي اقول لك ان التيار اللي في المصباح زاد، هتقول لي اكيد فرق الجهد زاد، لان الفي بتساوي الاي في الار. حصل. البي والسي دي بدايتهم ودي نهايتهم، انا هعتبرهم كانهم مصباح واحد. ولما الف لهم اللفه مع البطاريه، هتقول لي المصباحين شايفين البطاريه، بس خلي بالك الفرق بين دولت وبين دي ان دي بتحب البطاريه لوحدها، انما دولت البطاريه بتتقسم عليهم. طب هتتقسم عليهم بالتساوي؟ هقول لك ما اعرفش، على حسب المقاومات. يعني لو دي مقاومته كبيره هيبقى اضاءته اكتر، هيبقى جهده اكتر. وده لو مقاومته اقل هيبقى جهده اقل، هيبقى قدرته اقل. وبالتالي يا مستر لما الف لهم اللفه لقيتهم الاتنين بيحبوا البطاريه. طب بعد لما قفلت المفتاح برضو كل الاتنين لسه بيحبوا البطاريه، الاتنين مقاومتهم ثابتين والاتنين شايفين البطاريه، يعني البطاريه متقسمه عليهم ولسه هتتقسم عليهم بنفس النسبه، مقاومتهم ثابتين، جهدهم ثابت. اذا الاتنين يا مستر قدرتهم ثابته. طب لو اتكلمنا على الدي في الاول كان المفتاح مفتوح، كانت مطفيه اصلا. طب بعد لما قفلت المفتاح هقول له تضيء. ليه تضيء؟ لانها اصلا كانت مطفيه. اصل كلمه تزداد معناه ان هي كانت حاجه وزادت. لو سالتك بقى اكبر مصباح اضاءه، دي بقى ليها تفصيله. دي لازم اقول لك من مقاومته اعلى ومن مقاومته اقل. يعني تخيل ان كل المصابيح قال لك ان هم متماثلين، يعني نفس الار. يعني الار ديت زي دي زي دي زي دي. هتقول لي اعلى اتنين فيهم هي الاي والدي. ليه تفتكر؟ عشان الدي ديت لما لفت لها لفه مع البطاريه لقيتها بتحب البطاريه لوحدها، فدي شايفه البطاريه. وكذلك الاي ايضا لما لفت لها لفه مع البطاريه لقيتها بتحب البطاريه، فالجهد هنا اسمه في بي والجهد هنا اسمه في بي، عشان كده هما الاعلى. طب ماذا عن البي والسي؟ لا، لما لفت اللفه مع البطاريه، البطاريه هتتقسم عليهم هما الاتنين. وانا قلت لك ان هما نفس الار، وكده كده هم على التوالي، فنفس التيار نفس التيار ونفس المقاومة يبقى نفس الجهد. وبالتالي أعلى حاجة هي الإي والدي زي بعض، ومن بعدهم يا مستر البي والسي. كده يا شباب احنا جبنا الريوستات، جبنا الغلق، جبنا الفتح، جبنا القدرة. أتمنى من الله لكم التوفيق والسداد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.